معانا مجموعتين، المجموعة الأولى الصورة دي، المجموعة التانية الصورة دي. كمان هسيب لكم الحروف في صندوق الوصف، اختاروا بالحروف أو بشكل الصورة اللي يريحكم. هسيبكم ثواني تختاروا ونبدأ على طول. أهلا بيكم يا مجموعة رقم 1 اللي اخترتوا الصورة الحلوة دي أو اخترتوا بالحروف. اول حاجه انتم قلقانين قوي، حيرانين وخايفين، كمان في خوف جواكم اتجاه شخص او اتجاه عموما الحب. اتعرضتوا لصدمات كتير، فحاسين ان انتم مثلا كل علاقه بتخشوها بيجي في الاخر الشخص ده يقول لكم انا مش بتاع جواز، انا مش هتجوز، انا ما ينفعش اتجوز، انا مثلا عايزه احب بس انا معلش اصلا انا مش مؤمن بالجواز، اللي هو الحاجه الكتير اللي بيقولوها الشباب او البنات ايا كان. يعني انت شكلك عايز تتجوز، يعني او على الاقل خالص عايز علاقة جادة، علاقة فيها حب حقيقي، مش حد بيقضي وقت وخلاص. الشخص ده عايزه اقولك مشاعره تجاهك هي لطيفه قوي، مشاعره حلوه، هتاكد لك اكتر من مشاعره عشان انا قلقانه من حته كده صغيره. بس قبل ما اقولك الحته اللي قلقاني دي، الشخص ده انا شايفه ان هو حاسس تجاهك بالصداقه وعلى فكره في حته مهمه قوي كمان هو حاسسها تجاهك، حاسس ان انت محترم قوي. يعني احنا لسه ما سالناش في ان كان هو بيحترمك او مش بيحترمك، بس انا مش عارفه ليه حاساه على الاقل خالص شايفك ان انت من الناس الاوفياء المخلصه، اللي لو مثلا كان معاه ودخل معاه علاقة، الشخص ده مش متعدد العلاقات. يعني هو مش شايفك انت متعدد العلاقات او بتلعب او كده، لا، حاسس ان انت لو انت في علاقة مع حد هتبقى مخلص له وهتبقى كويس، شايفك حد كويس. كمان شايفك صديق حلو قوي، شايفك ان انت طفولي وبريء و... وعارفين عندك حب لا مشروط كده. مش شرط تكون بتحبه بالظبط، انتوا ممكن على فكرة تكون مفيش بينكم علاقة حب، وممكن يكون فيه، يعني مش شرط، بس هي الفكرة ان هو شايفك في المطلق طاقتك فيها حب، انت فيك حب لا مشروط كده، حب حنين وفي طيب. كمان الشخص ده عايز اقولك ان هو مشغول قوي لدرجة الصداع، مصدع، انت بجد مصدعه، مشغول بيك قوي في الجزئية دي كمان بالذات، اللي هو حاسس انه عايز يقرب منك قوي، يعني عايز يبقى معاك في علاقة، بس انت بتصده وبترفضه. هو محتار فيك قوي، محتار ومش عارف، زي ما يكون بيقول ايه، انا مش عارفه اثبت له ازاي ان انا فعلا بحبه، او انا مش عارف ازاي اقنعه ان هو يكون معايا مثلا في علاقه جسديه، انا مش عارف مثلا ازاي اطمنه، ازاي اخليه يحس ان انا بجد صادق مثلا. الله اعلم هو صادق ولا لا، لسه هنشوف اكتر، بس انا بتكلم ان هو عايز يوصلك كده، عايز يطمنك وعايز ان انت تبقى مطمن معاه. الشخص ده غرقان غرقان في حبك، حرفيا شايفك جسديا اصلا على فكرة بطريقة غريبة قوي. انا حاسة ان هو شايفك عاطفيا اكتر من كونه جسديا، شايفك كحالة حلوة قوي، هو حابب الحالة بتاعتك، بعيدا بقى عن شكلك، بعيدا عن جسمك، بعيدا عن ايا كان. على فكرة ممكن جدا جدا تكونوا علاقة اونلاين كمان، مش علاقة حقيقية، مش بتشوفوا بعض بجد، بس حتى لو انتوا حقيقي او مش حقيقي هو شايفك حالة حلوة، عاجبه قوي احساسك، بعيدا عن زي ما قلتلك عن عن شكلك، عن جسمك، زي ما يكون صوتك حلو، زي ما يكون احساسك، انوثتك، دلعك، اللي هو مثلا مش مفتعل، انت فعلا دلوعه قوي، انت مثلا ناعمه جدا في اسلوبك وفي شخصيتك، فيكي انوثه بتخليه حرفيا يدوب يدوب كده، يحس ان هو بيقع بيغرق. فهو عجباه قوي 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 الحته دي. هو الشخص ده من النوع بيعجبه الشخصيه، او بتحركه الشخصيه، بتحركه لحد اللي هو يبقى بينه وبينه كيمياء كده، اكتر بكتير من مجرد ان هي جسمها حلو او معرفش عامله ازاي او شكلها ايه او كده. الحته بقى اللي قلقاني وانا عايز اتاكد منها برضو اكتر، جزئيه برضو حقيقه مشاعره قوي، لان هو ممكن يكون مجرد شغف، يعني في حب ومشاعر او مثلا في احساس في العلاقه، بس ممكن يكون برضو احساس مزيف مش حقيقي. الكارت ده نزل، خلونا برضو نفسره ونوضحه اكتر. هو على فكره عجباه شخصيتك قوي قوي، يعني هو اللي جذبه فيكي شخصيتك، ودي حاجة ايجابية، حاجة حلوة، حاجة ايجابية. شخصيتك هي اللي مخلياه ملهوف عليكي وعايز يبقى معاكي بأي طريقة. انت بقى يا حلوة او انت ايا كان اللي بيسمعني، بس انت بقى عندك حب ليه، على فكرة انت معجبة بيه وعجبك الحالة وعجبك ان هو معجب بيكي ومجنون بيكي وبتفكري فيه كتير جدا جدا. بس انت تقلانة قوي،
يعني عارفين اللي هو تقلانه، بس في نفس الوقت مش تقلانه كده وخلاص، انت بتسويه على نار هاديه. اللي هو مثلا ايه، لا انا مثلا مش بفكر في اي حاجه، او انا مثلا مش هينفع معرفش ايه، وفي نفس الوقت تدلعي عليه، في نفس الوقت تتكلمي معاه بطريقه تخليه يتجنن بيكي اكتر. او مثلا انت مثلا عارفه نقطه ضعفه ان هو بيحب الشخصيه الذكيه، فبتتذاكي وبتبيني ذكائك ولباقتك، فده بيجننه اكتر. يعني انت بتستخدمي نقطة ضعفه بطريقة تبان ان هو ايه، لا انا مش قصدي، انا اصلا كده، انا اصلا دي شخصيتي. بس انتي مش قادرة تسلمي، او مش قادرة تحسي بامان، انتي خايفة قوي، خايفة كمان تتعلقي، لان انتي عارفة ان انتي لو خدتي الخطوة دي حاسه ان انت كانك بتغرقي او هتتعلقي بيه قوي، وهو مثلا خلاص بقى هيطنشك او هيسيبك، وانت اللي هتبداي تحبيه اكتر. كمان حاسه ان هو ممكن اصلا لما انت تعملي حاجه زي كده هو يرفض يتجوزك، او يرفض ان هو يكون معاكي في علاقه جاده، او مثلا يحس ان انت لا انت مش كويسه، انا خلاص وصلت للي انا عايزه. وبرافو عليكي، احييكي جدا جدا، يعني بجد لو انت فعلا بتعملي كده استمري، يعني فعلا اوعي توصليه او تنوليه اللي في باله، حتى لو هو بالنسبه له الموضوع ده عادي واللي هو يعني ايه مش هتنزلي من نظره او كده. طيب خلونا بقى نشوف نجدد الكروت ونرجع تاني. عايزين نعرف الشخص ده حقيقة مشاعره اكتر واكتر، وهل رغبته نبع من حب ولا مجرد شغف. تمام، جددنا الكروت ويلا نكمل القرايه. هو بيحس معاك ان انت نور نور كده، اللي هو بتعمله حالة من النور، من التوازن، من السعادة، من الحب النقي. على فكرة هو مشاعره تجاهك نقية جدا، نقية لدرجة ان هي عاملة زي السما كده، كأنه شايفك ان انت حد حلو قوي. هو على فكرة زي ما قلت لك هو مش شايفك بشكل جسدي خالص، يعني حتى لو عنده رغبة فيك جسدية، فهي رغبته نابعة من ان هو كأنه عايز اتصال بينك وبينه، اتصال قوي عشان يشحن من النور ده، عشان يشحن من الاحساس ده، عشان يعرف نفسه اكتر، يحس بنفسه اكتر. حتى لو هو مش واعي، يعني هو مش واعي بالكلام ده، بس ده اللي شده ليك قوي. حاسه الموضوع متعه روحانيه اكتر من كونها متعه جسديه. فاهمين ازاي؟ الشخص ده على فكره معجب، هو عجباه قوي الحاله دي. انا كان عايزه اعرف هل هي عجباه برضو بشكل اللي هو حاجه جديده، ان شخصيه جديده بالنسبه لي، ولا الشخص ده ناضج اصلا في مشاعره وفي عواطفه. مهم اعرف قوي اجابه السؤال ده على فكره. لا لا، الشخص ده بيحبك، مرتاح لك، او على الاقل خالص اعجابه ليك اعجاب مش بس مشاعري، اعجاب عقلاني كمان. هو مقتنع بيك وعجبه، انت عجبه، وحاسس ان انت حد صديق، مش بس مجرد حب وخلاص يعني. خلوني بقى اخر سؤال، افكاره عنك ايه من ناحية الاخلاق؟ هل بيحترمك ولا مش بيحترمك؟ يعني شايفك ازاي؟ طبعا طبعا بيحترمك الى ابعد حد، يعني بيحترمك جدا 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 جدا، لدرجة ان هو يعني شايفك حاجة، انت مثال بالنسبة له، زي ما تكون قدوة، يعني اللي هو ياه انت اكتر حد حلو في الدنيا، مفيش حد حلو بعد كده، مفيش حد محترم بعد كده، مفيش حد يعني روعة في كل حاجة بعد كده. وعلى فكرة شايفك حلو، شايفك كمان حلو على مستوى الجسد كمان. على فكرة هو شايفك قمر، هو شايفك حلو، بص هو شايفك القمة في كل حاجة بجد. بس الشخص ده عنده خوف فظيع قوي، هو بيفكر قوي قوي قوي، وبجد الموضوع ده زي ما بلنا في الاول ان هو عنده صداع منه، ان هو ازاي يوصل لك، هو نفسه يوصل لك قوي، هو نفسه ان انت تثق فيه، هو نفسه ان هو على فكرة شايفك مجروح او خايف، يعني هو حاسس بكده. ممكن تكون انت تعرضت لعلاقة قبل كده مثلا سلبية قوي، فانت مجروح جدا، انا حاسة ان انت مجروح اصلا او خايف زيادة عن اللزوم. فهو الشخص ده مشاعره ليك كويسة، يعني انا حاسة ان هو حد كويس مش حد وحش. يعني ان شاء الله باذن الله ممكن لو في فرصة ان انتوا تتجوزوا، الشخص ده مش هيتردد ابدا لو متاح ومناسب ليكم حاجة زي كده. طيب انا السؤال ده ما كنتش ناوي اخده، بس بما انك انت في بداية القراية حسيت ان انت خايف قوي من حتة الجواز، هل ممكن مثلا الناس لو فتحت قلبي الشخص ده يحبني او يتجوزني او كده؟ خليني اشوف هل لو انت او الشخص ده عموما يعني ممكن يكون بينكم في يوم من الايام
جواز، مش دلوقتي، ممكن مش دلوقتي، ممكن يكون بس مش عشان هو وحش، هو ممكن مش دلوقتي لان هو لان ممكن انا حاسه ان انت نفسك اللي مش عايز، مش عارفه ليه، يعني كأن انت اللي مش عايز جواز. ممكن تكون انت مش بتحبه قوي على فكره، ممكن يكون دي علاقه جديده، او مثلا انت مش حابه لدرجه انك تتجوزه يعني، او ممكن يكون هو لسه مبناش مستقبله. انت على فكره مع نفسك قوي، انا حاسه ان انت لوحدك. انت ممكن تكون بتحتاج لسه تتشافى من علاقه قديمه، مش عارفه، بس زي ما يكون انت اللي رافض، انت اللي مش عايز على فكره، ممكن تكون انت اللي قافل قلبك. يعني لو انت عايز وبتقول انا عايزه اتجوز، فممكن بقى خد بالك، ممكن يكون عندك من جواك معتقدات عامله لك بلوك، فبتخلي ان اي جواز يحصل مثلا ما يحصلش. وممكن تكون انت بجد مش عايز تتجوز دلوقتي اصلا. فانت ادرى بقى، انت ادرى بنفسك. فربنا يوفقكم يا مجموعه رقم 1، اتمنى لكم يا رب التوفيق. شكرا ليكم، ما تنسوش تشتركوا في القناه وتضغطوا لايك. اهلا بيكم يا مجموعه رقم 2 اللي اختارت الصوره الحلوه دي او اختارته بالحروف. خلونا بقى اول حاجه نشوف كده مع بعض طاقه العلاقه دي او الشخص ده، او نبذه كده عن كل واحد فيكم. الشخص ده لعبي شويه عكس المجموعة الأولى. انتوا الشخص ده ممكن يكون برج الأسد على فكرة، أو من الأبراج، أو عموما من الشخصيات اللي هي بتحب تكون روميو، بتحب تكون الواد اللي مقطع السمكة وديلها، اللي بيعرف يوقع أي بنت وبيحب لمة البنات حواليه. هو من النوع ده، بيحب الشغف قوي الشخص ده على فكرة. وده اللي هو حاسه تجاهك، يعني هو من الاول كده هو حاسس تجاهك بحته تحدي شويه، او بحته ايه، انا واد جامد قوي. انا اصلا هو شكله بتاع بنات، يعني ما اكدبش عليكم، هو شكله متعدد العلاقات. وموضوع الجسد عنده او العلاقات الجسديه عنده مش نابعه عن طريق حب قوي. انا معرفش لسه عن يعني ناحيتك انت ايه بالظبط، لسه هنوضح. بس انا بتكلم عنه هو عموما واخد الموضوع بشخصيه اللي هو ايه، يعني انا بحب قوي اوقع اي بنت في الموضوع ده بالذات. فاهمين انتوا قصدي؟ انت بقى يا حلو، انت واقع بالفعل، انت وقعت في الشخص ده. ممكن تكون بالفعل دخلت معاه في علاقة من النوع ده، وممكن تكون حاسس ان انت بتحبه قوي، انت عارف يسيطر عليك قوي. بس انت كمان شخصية على فكرة مش سهلة قوي. فانا حاسة ان انت مؤخرا بدأت تتوازن يعني، او بتحاول تتماسك، او بتحاول ان انت يعني ايه اللي هو ترفض، بس في نفس الوقت حاسس ان انت هتضعف خلاص، فاضلك تكه كمان، او يزن عليك زنه كمان وهتقع، او ممكن تكون بالفعل وقعت. فيعني انتوا ادرى. ولكن انت الشخص ده بتحاول ان انت تتوازن قوي قدامه دلوقتي وتتماسك، وما تسمحلوش ان هو يكسرك. على فكرة انت فاهم الشخص ده كويس، يعني انت لو هو مش الشخصية دي، يبقى القراية دي مش ليك، لان الشخص ده واضح قوي في طاقته ان هو بتاع بنات، وان انت عارف ده، انت اصلا عارف ده. ممكن تكون ندمان ان انت يعني ضعفت معاه، لان انت حاسس مثلا ان هو اتغير عليك بعدها. وممكن تكون لا، بتحاول تتماسك على قد ما تقدر عشان عارف ان هو ممكن يتغير عليك بعدها. هنعرف دلوقتي مع بعض اكتر، هنجدد الكروت وهنشوف مشاعره ليك اكتر واكتر ونرجع تاني. طيب طبعا ما عجبتنيش خالص ان اول كارت يجي هو الديفل في مشاعره، كارت الشيطان. هو الشخص ده على فكرة يعني ايه، بص، هو اولا هو حاسس بشغف اتجاهك مش طبيعي، ممكن يكون الى درجة الادمان او التعلق. كمان حاسس ان انتي قمر، يعني هو شايف ان انتي مقياس الانوثة، مقياس الجمال. على فكرة انت ممكن فعلا تكوني جميلة جدا جدا جدا. حاسس ان هو مش بيعرف يقاومك، مش بيعرف يقاوم ملامحك، جسمك. الشخص ده في القرايه دي عكس المجموعه الاولى في حته، ان المجموعه الاولى كان بيحبهم بشكل روحاني، او اللي بيصيروا فيهم جسديا هو شخصيتهم وروحانيتهم. هنا بقى هو بيصيروا في الموضوع ده فعلا جسمك او شكلك، او يعني هو الموضوع بالنسبه له جسدي قوي. رغم ان هو فيه على فكره
شغف، في شغف على فكرة، بس برضو شغف جسدي. يعني ممكن على فكرة تكونوا توأم شعلة، احتمال تكونوا من النوع ده، او من العلاقات اللي هي صعب قوي تكونوا مع بعض، انتوا مختلفين عن بعض اختلاف فظيع. ممكن تكون انت النور وهو الضلمه مثلا، حرفيا مش مبالغه. يعني ممكن يكون هو شخص مظلم جدا 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 وغرقان في الجانب المظلم اللي هو فيه، وانت عكسه تماما، انت شخص منور، شخص ايجابي، شخص على الاقل خالص حتى لو مش ايجابي، شخص عارف قيمة نفسه، بيحب نفسه، طيب، روحاني. مش يعني حتى لو وقع في حاجة زي كده بيبقى واقع فيها من باب الحب، من باب الضعف، مش من باب اللي هو واخد الموضوع ده تسلية بقى ومقضيها كده. مشاعره ليك جسدية بحتة، جسدية وجنسية بحتة. في شغف، في مشاعر، بس مشاعر شغف. ولو مشاعر حب فللأسف النوعية دي ما بتفهمش ده. يعني النوعية دي بتفسر أي مشاعر حب اتجاه حد، بتفسرها ان هي رغبة جسدية. يعني هو مثلا يكون بيحبك، انت قدره، وانت مثلا نصه التاني، انت معرفش ايه، لا يقول انا اكيد المشاعر الفظيعة دي يبقى انا معجب بيها جسديا جدا. مش بيفسر ان هي ممكن تكون حبيبتي، او ان هو دي شريكة حياتي، او ان انا دي اللي ممكن تغيرني او كده. لا، مش بيشوف الامور بالطريقة دي. الشخص ده سوداوي جدا، مظلم لأبعد حد. انا بجد ما انصحكش. وعلى فكرة انت عارف. والمشكلة ان انت غرقان فيه، بس انت بتجتهد قوي. انت بتجتهد قوي ان انت تطلعه من دماغك، وبتجتهد قوي ان انت تطلع كمان العلاقة الجسدية من دماغك، لان واضح ان تأثيرها عليك كان قوي جدا، واضح ان انت اتعلقت بيه قوي، او حصل عندك يعني حسيت. لان على فكره العلاقه الجسديه بينكم اكيد المشاعر فيها قويه جدا جدا جدا، لان زي ما بقول لكم انتوا احتمال تكونوا توأم شعله. طيب خلونا بقى نجدد الكروت مره كمان، لان القرايه دي محتاجه يعني حاسه فيها معلومات كتيره قوي. خلونا نشوف بقى، هو بيحترمك الشخص ده؟ شايفك بطريقه فيها احترام، ولا شايفك زيك زي غيرك وهدفه منك حاجه واحده بس؟ خلونا نشوف مع بعض ونرجع تاني. تمام. حتة بقى بيحترمك او مش بيحترمك او كده، بس هو الموضوع عنده، هو ما عندوش اصلا المفاهيم دي. يعني هو مش بيفكر بالطريقة دي. هو بيفكر في الامور على انها ايه، انت فريسة، او ان انت مثلا تحدي، او ان انت. هو ما عندوش النضج ده، النضج ان هو يقول ده محترم، ده مش محترم، ده حب حقيقي، ده مش حب حقيقي. هو مش باصص للامور بالطريقة دي اصلا. هو باصص للموضوع انه انت مثلا بتمنعي او بتبتعدي، او مثلا بتقولي انا ندمانه، انا مش عايزه اعمل كده تاني، او ايا كان. هو مش بيشوف ده احترام، هو بيشوف ده ايه، انت بتتحديني، هو انت بتتقلي عليا، هو انت عايز تكسريني، هو انت مثلا ما عجبتكيش. او ممكن حتى تخيلوا، حتى ممكن ما يفكرش في كل ده، على قد ما يفكر طب اجيبك تاني ازاي، اقنعك تاني ازاي، اسيطر عليكي تاني ازاي. هو عنده داء السيطرة وداء الصيد، بيحب يصطاد قوي. حتى كمان بيحط لك طعم كتير. يعني ممكن مثلا يعمل نفسه حرفيا مش هنا، يعني انا مش شايفك، انا اصلا نسيتك. وهو بيعمل ده علشان هو بيحاول يصطادك بالطريقة دي، مش ان هو فعلا. مع ان وعلى فكرة ممكن يكون مقنع الى درجة فظيعة ان هو فعلا شايلك من دماغه ومقضيها، بس هو بيعمل ده عشان يجيبك بالطريقة دي، مجرد طعم بس. الشخص ده باصص ليكي من الناحيه الاخلاقيه اكتر، اللي هو ايه، ما يلا بقى، هو ايه انت هتسوقي فيها، هو انت يعني هتقدري عليا، انت هتقدري تبعدي عني، هو انت هتفضلي تقولي لا كتير، هو انت طب هتيجي، والله لا هتيجي، عارفين كده. ومش بيعمل ده بس علشان خاطر هو بيحب يصطاد زي ما انا قلت لك. في حته كمان مهمه قوي، هو على فكره عنده شغف فظيع، احتراق داخلي كده بيك. هو بجد شغف جسدي بيك عالي، مش هقولك عاطفي، اكتر من كونه جسدي قوي. هو انت عاجباه بشكل مش طبيعي، جسمك عاجبه جدا، شكلك عاجبه جدا. انوثتك طاغية كده بالنسبة له. لو حصل بينكم علاقة جسدية فهو حس فيها بمشاعر ما حسهاش قبل كده في حياته. فهو حس اللي هو ايه، العلاقة دي سبيشال، العلاقة دي مختلفة، بس مختلفة من ناحية المتعة، مش مختلفة من ناحية ان هي دي حقيقية بقى. مع ان على فكرة ممكن تكون فعلا علاقة حقيقية وجميلة وفيها حب حقيقي، بس هو مش عارف يترجمه قوي. الشخص ده كمان يعني بيفكر وبيحاول يعرف ازاي يخرجك
من انت شكلك ابتعدت عنه شوية، او مثلا هو نفسه اتغير عليك فانت ما قبلتش على كرامتك ورحت انت كمان بقى رديتها له، بدل ما تجري وراه رحت سبته وبعدت. فهو ايه قال ايه ده، انا كنت فاكره هيجري ورايا زي اي حد، فبدأ ان هو اللي يبدأ يطاردك تاني مثلا. بس هو على فكرة بيحاول يعرف يعني اي طريقة يجيبك بيها تاني او يقربك منه تاني او يخليك توافق معاه، ولو انتوا اصلا ما كانش بينكم علاقة جسدية قبل كده فهو بيحاول برضو ازاي يقنعك انه يحصل حاجة زي كده بينكم. فالشخص ده انصحك ان هو ما تضيعش وقتك معاه، لانه انا مش حاسة ان هو جاي منه حاجة. يعني حتى لو هو ربنا نفخ في صورته وقدر ان هو مثلا يفوق ويدرك حقيقة المشاعر الحلوة اللي بينكو، اظن هيغلبك وهياخد منك وقت كتير قوي قوي قوي، وفي النهاية الطبع بيغلب التطبع. يعني انا مش حاسة ان هي ممكن تكون احسن علاقة، وطبعا انت ادرى، وانت يعني انت كبير وواعي كفاية انك تعرف تختار. فربنا يوفقكم يا مجموعة رقم 2. ما تنسوش تشتركوا في القناة وتضغطوا لايك وتكتبوا لي تحبوا نعمل فيديوهات ايه الفترة الجاية. اشكركم جدا، مع السلامة.